بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا الترمومتر، ده ترمومتر ديجيتال قدام حضراتكم. هنشرح لحضراتكم ازاي نستخدمه مع بعض. هنا معانا درجة حرارة المكان 26.9. هنا مكتوب ان، هنا ان اهي، ان يعني في الداخل، وهنا اوت، دي درجة حرارة يعني خارج الغرفة، اوت في الخارج. وده بيكون عن طريق الحساس اللي في الاسفل دوت. ده الحساس دوت قدام حضراتكم، ده لما بتحطه في مكان خارج الغرفة قراية درجة الحرارة بتظهر في المكان ده. وهنا في الاسفل درجة الرطوبة، هنا 73 عندي. طبعا افضل قياس للرطوبة بيكون من 50 ل60. وهنا معانا الساعة، هنا الساعة في المكان ده اهو. الساعة دلوقتي 5:30 و4 دقايق. الترمومتر أول ما بتشتريه بيكون في قلبه حجر. بتركب الحجر في المكان ده، بتركب الحجر. مجرد ما بيركب الحجر بتلاقيه بدأ يعمل صوت صفارة، وبيشتغل معاك اوتوماتيك. وبيكون عليه كيس بلاستيك، الكيس ده عليه أرقام، لازم تشيل الكيس ترميه عشان خاطر الأرقام ديت تبقى واضحة قدام حضرتك بالشكل ده. وهنا عندنا الزراير اللي تحت ديت في المكان ده. عندنا الزرار الميموري نضغط عليه، ده الزرار الميموري دوت بنضغط عليه، ده بيجيب لنا ماكس هنا على الشمال. هنا كلمة ماكس، لما ضغطنا عليه ظهرت كلمة ماكس اهي. ده أكبر درجة حرارة وصلت ليها الغرفة في خلال ال10 ساعات الأخر. هنا بنضغط كمان مرة، هي بتقعد يعني كام ثانية وبتختفي. أكبر درجة حرارة وصلت لها داخل الغرفة 30، وهنا خارج الغرفة 32.5. نضغط كمان مرة، هي رجعت تاني، بترجع كل شوية. دي أكبر درجة حرارة وصلتها. ونضغط كمان ضغطة هيجيب لنا كلمة من اهي. أقل درجة حرارة وصلت لها الغرفة النهاردة اللي هي 26.9، وفي الخارج 27.4. طبعا بترجع للحرارة الطبيعية. نضغط ضغطتين كمان، هنا اهيت زي ما احنا شايفين ديت أقل درجة حرارة وصلت لها الغرفة النهاردة. هنا بقى هترجع، دي درجة الحرارة الطبيعية. أول ما بدأنا مع بعض كانت 26، بس أنا طبعا عشان أقفل الشفاطات دلوقتي هي بدأت درجة الحرارة ترفع 27، تطلع مع الوقت اهيت 7، كل شوية ترفع درجة، عشان طبعا احنا مشغلين خلايا تبريد. وقفلت الشفاط، فطبعا لما قفلت الشفاطات درجة الحرارة عمالة تزيد معانا عشان قفلنا الشفاطات. ده كده الزرار الميموري، ده فايدته بيجيب لك اللي هي الميكس، اعلى درجة حرارة وصلت لها الغرفة، ومن اللي هي اقل درجة حرارة وصلت لها الغرفة. وتضغط كمان ضغطة ترجع للوضع الطبيعي. ده بالنسبة لأول زرار. هنا عندنا زرار مود اللي هو في الأعلى ده على الشمال، اسمه مود اهو. بنضغط عليه، ده بيجيب لنا الساعة اللي هي في المكان ده اهي. نضغط عليه كمان ضغطة، نضغط كمان ضغطة، ماشي. بنظبط من خلاله هو وزرار ال ADG، بنظبط من خلاله الساعة والتاريخ والمنبه والوقت. طبعا هنا بنضغط على ADG، هنا ظهرت لنا الارم اهي، المنبه دي ساعة المنبه. لو عايزين نظبطها بنضغط على ADG كمان مرة. هنا كده المنبه هيرن معانا على الساعة 9:09. هنا علامة المنبه والسماعة كده شغالين. عايز تلغيها هتضغط على EDG كمان مرة هتتلغي معاك. ديت الطريقة. نرجع مرة أخرى للساعة. عايزين نظبط الساعة بنضغط ضغطة مطولة على زرار المود هنا، وده المنبه اهوت. وهنا ال ADG بنعلي ونوطي منه. ولو انتهينا طبعا بنضغط ضغطة على زرار المود. هنا لو عايزين الساعة بنزودها من خلال الزرارين دولت، المود والاي دي جي. طبعا كده انا هظبطه على 12:15. بضغط على مود كده، ثبت تاني الايه الحفظ. مود كمان مرة. هنا دي الساعة، عشان اظبطها بضغط على كلمة مود ضغطة مطولة. هنا طبعا الدقايق، مجرد ما هضغط على ADG هيزود معايا الدقايق زي ما احنا شايفين.
وطبعا لما توصل للدقيقة بتاعة الساعة بتضغط على كلمة مود كمان مرة. هنا طبعا احنا ظبطنا الدقايق، بتنتقل على الساعة مباشرة. الساعة 5 دلوقتي، عايز تخليها 6 7 أي حاجة الطريقة، وبعدين بتضغط على مود. ديت برضو المنبه احنا ظبطناه مرة، نضغط على مود. ده طبعا التاريخ 2023، نضغط على مود كمان مرة. دي كده الساعة، دي كده وضع الترمومتر الطبيعي، وزي ما احنا شايفين درجة الحرارة اترفعت معانا عشان قافلين الشفاطات. ده كده شرح معانا للترمومتر الديجيتال. هو عملي جدا في قياس درجة الرطوبة عامة، وبيجيب درجة الحرارة ب1/10 و2/10. دي ميزته، يعني بيجيب لك درجة الحرارة بالظبط. وطبعا الحساس ده طبعا من اهم الميزات اللي فيه. لو انت عايز تقيس درجة الحرارة مثلا في الارضية، في ارضية الغرفة وفي اعلى الغرفة مثلا بالطريقة ديت. ده الحساس اهوت. هنا معانا الترمومتر، هنا انا بشعلقه، هنا بيجيب لي درجة حرارة الأوضة طبعا، والأوضة درجة الحرارة، والأوضة في ارتفاع. وده طبعا الحساس، ده الحساس اهو، هيجيب لي درجة الحرارة في أسفل الغرفة. طبعا هتقرا معانا زي ما احنا شايفين درجة الحرارة هنا في الأسفل اهو، عاملة معايا 31.7. وزي ما احنا قلنا لو الحساس ده احنا خرجناه بره في الشارع هيقرا لك درجة الحرارة في المكان اوت زي ما احنا شايفين هنا. وطبعا فوق درجة الحرارة اللي هي العادية بتاعة الغرفة، وتحت درجة الرطوبة. ان شاء الله يكون استفدتم من الشرح، وهو طبعا سهل جدا وعملي جدا، ومش محتاج اي حاجة. انت كل اللي بتعمله لازم تشيل اللزقة عشان بتبقى مدارية الارقام، بيبقى عليه كيس بلاستيك. شيله خالص عشان بيبقى مداري الارقام اللي تحت، وابدأ اتعامل معاه، وهو سهل جدا والتعامل معاه سهل جدا. ارجو يكون استفدنا من الشرح. ما تنساناش باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.